السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كلشي مزيان إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. آخر مرة كنت نزلت فيديو على بشرى اللي كانت موظفة في وزارة المالية، اللي كانت مزوجة زوج الخطرات ومطلقة زوج الخطرات بنفس الراجل، وكان عندها عشيق، والعشيق ديالها كان طلبها للزواج ورفضات هو يقتلها. اليوم جيت لكم فيديو آخر ديال بدر ولد أكادير 23 عام، نصب على المغاربة داخل وخارج المغرب ب 15 مليار. يعني كانت عنده واحد الخطة أو دار خطة جهنمية. بدر كرا سيارات واغيك آخر موديل مع شيفور، وكرا فيلا مأتتا، وكيلبس لباس مخير. مشى للطبقة الفقيرة، الطبقة المحتاجة، اللي منهم عيالات ربات بيت، اللي منهم عاطين على العمل، اللي منهم محتاجين، اللي منهم المهم مشى لهذيك الطبقه هي الاولى، من بعد ما لقط ليه شي وليدات ولا شي ناس اللي هما كيخدموا معاه ما عارفين عليه حتى حاجه. بداو كيجيوه العيالات، ملي جمع واحد المجموعه د العيالات اشنو قال لهم اللي عطات 50,000 ريال نردها ليها يعني في ظرف 10 ايام ب100,000 ريال. العيالات صافي مشاو، كل وحده شنو دارت؟ ها اللي تسلفات، ها اللي مشات لداكشي ديال الدار تخدات الدوره ديالها الاولى، ها اللي دارت القرض ديك القروض الصغرى، ها اللي خدات من عند امها، ها اللي من جارتها، المهم ها اللي خدات من عند راجلها كاع ما عارف، خدات منه 50,000 ريال وقالت مني غتاخذ 100,000 ريال غترد له 50,000 ريال، غتبقى لها هي 50,000 ريال، وهكذا غتبدا المشروع ديالها مع بدر. يعني الناس العيالات بزاف مشاو فيها، وحتى الرجال مشاو فيها. المهم اللي عنده شي 50,000 ريال جابها، ها اللي باعت شي سرتله ديالها غير باش تجيب له 50,000 ريال، المهم جمعوا له 50,000 ريال. بدر كرا واحد المحل اللي هو يعني المحل ديال الفيرم، يعني المقر ديالو مأتتو مقادو، دار فيه شي ناس زعما خدامين فيه، ودار 3 ديال ليكرون، وكيجلس مره كيوريهم، زعما كيدير معاهم لي سيمينار، كيوريهم كيفاش الحسابات، كيدخل ويخرج في الحسابات، والعيالات والرجال ما عارفين الاغلبيه لانه هو اختار الناس اللي هو غادي ينصب عليهم، لان في الحسابات حتى حد تقريبا ما عارف، حتى حد ما غادي يجي يوقفوا يقول له فين مشى داك الصفر ولا منين جات هاد السبعه. يعني بدا كيدخل ويخرج. اشنو قال لهم هو في الاول؟ قال لهم بانه الخدمه ديالو هو انه كيتاجر في البورصه، وداك الفلوس ديال البورصه كيستثمرهم في العقار، وهكذا العيالات ما كيعرفوا ما كيدخلوا في داك الشيء ونصب عليهم بها. فعلا ملي دازت 10 ايام عرض لهم 100,000 ريال كل وحده، صافي العيالات صافي تغمضوا عينيهم، طاحوا في الفخ. وقال لهم هاد 100,000 ريال اللي رد لهم راه غير الربح ديالهم، اما 50,000 ريال اللي بقات عنده هذاك هو راس المال ديالهم اللي كل مره غادي يعاود يدير لهم الربح. صافي العيالات صافي داخو. دازت واحد المده ديال 8 ايام ولا 7 ايام وهو يزيدهم 80,000 ريال، قال لهم هذيك 50,000 ريال اللي بقات عندهم يعني كراس المال زاد، جابت لهم الربح. صافي الناس ماشي غير العيالات، راه فيهم حتى الرجال والشباب، قالوا كيفاش من 50,000 ريال وصلوا ل 180,000 ريال في ظرف ما كان حتى شهر؟ هذا هو هادي ولا فاله. المهم صافي الناس بدات كتهافت عليه، الناس ولاو كيتكلموا عليه، السيد بداو كيدخلوا الفلوس. من بعد قال لهم العيالات اللي جابت كتر غادي تربح كتر، اللي قلبت على الناس بزاف اللي يدخلوا معاهم في هذا يعني في هذا البيزنس غادي تولي كتربح كتر. اشنو دار؟ قال لهم كل وحده فيكم غنديرها قائده، كل وحده تمشي تقلب على الناس اللي غادي يدخلوا معاهم في الشبكه. خيط ليهم تيشيرتات مكتوب عليهم اللوغو، واحد اللوغو مكتوب عليه بليونير ماشي مليونير، بليونير، لبسهم العيالات خرجوا. صافي بداو كيتهاتفوا كيقلبوا على الناس اللي غيدخلوا معاهم في الشبكه، وكل وحده كيجيبوها ولا كل واحد كيجيبوه يخلص 50,000 ريال. منين توقد مزيان دار البراتيك ديالو في الناس الفقراء المحتاجين، مشى للتجار، يعني التجار ديال اكادير، الناس اللي عندها الفلوس في اكادير، عاود لهم نفس القصه. كاين اللي عطاه 100 مليون، كاين اللي عطاه 200 مليون. واحد الراجل من اكادير كيقول بانه واعده نصاب انه الا عطاه 400 مليون يردها ليه في 600 مليون في ظرف 6 شهور. المهم خدا الفلوس الكثيره. صافي تما بدا يتحايل عليهم،
ملي بداو كيسولوه من هنا من لهيه كيقول لهم انا مره في الامارات، انا مره هادي. المهم لدرجه انه هو ديك الساعه راه كيجمع الباليزه ديالو. واحد الوقت قال لهم ان البنك المغرب هو اللي يعني مبلوكي الفلوس، غير يديروا الاجراءات ديالهم وغادي كل واحد غادي يعطيه حقه في الفلوس، يعطيه نصيبه في الفلوس. واتضح انه في الاخر ان نصب على الاماراتيين، على اللبنانيين، وعلى المصريين، وعلى المغاربه خارج المغرب كذلك، مثلا في اوروبا، فرنسا، بلجيكا، هولندا الى اخره. اما العيالات اللي دار لهم تيشيرت مكتوب عليه لوغو ديال بليونير، راه ما كانوش غير في اكادير، راه كانوا في كازا، وكانوا في الرباط، طنجة، العيون، وجدة. يعني المغرب تساراه كامل ودار فيه العيالات اللي مشاو كيقلبوا ليه على عيالات اخرين او على ناس اخرين اللي يدخلوا ليه 50,000 ريال، ووعدهم انهم اللي جابت اكثر غادي يكون عندها ربح اكثر. وهكذا بقاو الناس كيجروا في عباد الله، كيجروا في عباد الله. شي ناس بحال شكو زيروه، قالوا ليه الفلوس ديالنا تحطهم لينا. قال لهم نهار 22/8، يعني في هذا الشهر اللي انا كنتكلم معكم فيه، يعني هذه تقريبا 6 ايام، قال لهم نهار 22/8 غادي كل واحد نعطيه الربح ديالو، صافي الفلوس راه تقادو راه تصابوا. وهو ديك الساعه راه سد الباليزه ديالو وسالا كمل كلشي اللي بغى يكمل. هو وصاحبته اللي عندها 21 عام، قالوا حكا مزوجه مغربيه، داهم الشيفور، ركبوا اللور جالسين مبرعين، داهم الشيفور حتى المطار محمد الخامس، نزلوا ودعوا الشيفور كالعاده، مشاو بحالهم، سرطاتهم الارض، هربوا، ما بقى عارف عليهم حتى حد شي حاجه. كل واحد اش كيقول، راه مشى لهنا مشى لهيه مشى، المهم السيد غبر. بدر النصاب نسب عليهم انه يعني كيتاجر وكيتعامل بالبورصه العالميه وبالعقار، ولكن هو في الحقيقه شنو دار؟ هو كيتعامل بالتسويق الهرمي. وهاد النصب راهو من سنين وتنصبوا فيه ناس كتار وعطاو فيه الملايين والملايير ديال الفلوس. التسويق الهرمي هو اصلا غير شرعي في الاسلام. اشنو هو التسويق الهرمي؟ كيصور لك او كيرسم لك واحد الشكل هرم، صوره على شكل هرم، وتيقول لك التحت ديال الهرم، يعني داك السطر المستطيل هو البدايه ديالك، وما حدك انت كتجمع وتجيب الناس اللي كيدخلوا في الشبكه، وانت كترقى وكتطلع حتى كتوصل للقمه ديال الهرم. والقمه ديال الهرم هي في الاصل ما كيوصل لها حتى حد، كيوصل لها غير هو اللي جالس زي رجل فوق رجل لتحت، الناس كيخدموا وكيجيبوا ليه اللي كيدخل ليه الفلوس. وهذا حرام في الاسلام، لان الله ما كيبغيش الظلم. ماشي واحد كيخدم ويخدم ويخدم ويتعب وواحد جالس داير رجل على رجل وكيدخلوا الفلوس. كيف دخلهم النصاب بدر؟ دخلهم انه اولا اختار الفقراء المحتاجين، ولا كيختار شي حد الناس اللي هما محتاجين، ملي كيجلس معاهم كيخدمهم، يعني كيخدمهم نفسانيا، كيقول لهم مثلا ايوا نتوما غير جالسين ما كاين ما غادي ديروا والو. يعني كيعطيهم هذيك الفكره ديال على نفسهم بانهم هما غيبقاو فقراء وغيموتوا فقراء. وحتى اللي خدام كيعطيه ديك، يعني كيدخل له في مخه انه هذيك الخدمه اللي كيخدم اشنو يعني اشنو غادي يجني من موراها من بعد لا غوتريت، غيكونوا داك شويه د الفلوس، يعني عمره ما غيدير الفلوس الكثيره. هذه هي الخدمه الاولى اللي كيخدمهم بها. منين كيحس بهم انهم تيقوه كيدخلهم بالقضيه ديال انه يدخلوا معاه في الشبكه. هو ما قال لهمش الهرم، ولكن هي الاصل ديالها، لان هي مع مرور الايام ولا الزمن كيبدلوا لها الاسماء، كل مره كتبدل الاسماء. هو اختار الاسم ديال البورصه والعقار، كل واحد كيعطيها اسم جديد، ولكن ولا كل جهه كتعطيها اسم جديد، ولكن هي سميتها التسويق الهرمي. التسويق الهرمي هو في الحقيقة مشروع الاحتيال الهرمي. النموذج العمل ديالو غير مستقر. الهدف هو أنه يجمع الفلوس، هو يجمع الفلوس من كثير من المشتركين، وهو اللي كيترأس في الرأس ديال الهرم، يعني هو اللي جالس داير رجل فوق رجل والآخرين غير خدامين عليه. إلا بغينا نقولوا العبودية، لان هذوك اللي كيخدموا عليه بحال العيالات اللي كيمشيو يجيبوا ليه العيالات ويعاودوا يجيبوا ليه العيالات ويجي، راه هما غير كيخدموا، هما غير كيخدموا، وهو ما كيدير والو، هو كيخدموا عليه، عمرهم ما يمكن لهم يطلعوا الفوق. هذا احتيال ونصب بامتياز، يعني اعمال شياطين. دابا اللي بغيت نعرف انا، حنا نقولوا
الناس اللي هُما يعني متوسطين في الأفكار ديالهم، ما عارفينش الحسابات بزاف، ربّات البيوت اللي هُما محتاجين، بغاو حتى هُما يديروا حويجات، كاينة شي وحدة كاع بغات تنطلق حتى هي دير يعني الطريق ديالها في الbusiness أو، ولكن رجال الأعمال اللي عاطين 400 و100 مليون و600 مليون، هُما رجال الأعمال ما كيعرفوش يحسبوا، يعني هذا رجل الأعمال غير جا دار الفلوس في خنشة وعطاها ليه من يدو ليدو، ما كاينة بانكا، ما كاين عقد، ما شافوا ديك الشركة واش عندها شي تاريخ، ما سولوا عليه، ما جلسوا معاه تكلموا معاه، يعني رجال أعمال، غريب. إخواني وأخواتي، وصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله إلى الفيديو القادم، تبقوا على خير.